كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كان بعض المفسرين يقول: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والخيرات في الدنيا، ونرجو عفو الله ومغفرته والقرب منه جل جلاله في الآخرة. ومن بركة القرآن أن الله تعالى يبارك في عقل قارئه وحافظه. فعن عبد الملك بن عمير رحمه الله تعالى قال: كان يقال إن أبقى الناس عقولا قراء القرآن. وفي رواية القرآن. قال العلامة القرطبي رحمه الله: من قرأ القرآن متع بعقله وإن بلغ 100. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. وذلك قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال: ቤቶች የቅድመ መደበኛ ተማሪዎችን ለማስተማር ዝግጅት እየተደረገ እንደሆነ ተገልጿል። የፊደል ገበታ